قول الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى. الشعرى هو نجم شديد الإضاءة، كانت لبعض العرب ماذا تعبده. طبعا الشعرى يماني، طبعا هذا النجم يماني، وهو أسطع النجوم في السماء ليلا من جهة ماذا الجنوب، وهو رابع المعجر في السماء بعد الشمس والقمر وكوكب الزهر، يسمى بالمرزم، والظهور علامة على شدة الحر. يعني الشيبان يعرفون أنه مثلا الشعرى، ويعرفون الجدي، ويعرفون كذا، عندهم علامات في هذه النجوم، نجم الدب الكذا، فيعرفون أنه ماذا أولا يهتدون بها في الليل، ثانيا يعرفون أنه مثلا دخول موسم الحصاد، دخول موسم الزراعة، دخول موسم الحر، دخول موسم البرد، دخول كذا. عندهم أسماء مربعانية كذا، أشياء يسمونها الشيبان يعرفونها، توارثوها عن ماذا؟ عن آبائهم وأجدادهم. فالله عز وجل هنا بين أن هذا النجم مخلوق مربوب، ليس بخالق وليس برب.